دابا انت نقدروا ناخذوك واحد الغوبير ولا واحد معيار على الناس اللي فعلا عاشوا التجربه وكيحاولوا على انهم ما يكرروهاش في ولادهم. ودابا تصور معايا دابا كون عطيت لك الفرصه ديال انك تقراي وتمشي مزيان وما كانش واحد الاستغلال ابوي فهمتيني لك انتيا، واش زعما كنتي غادي تكوني عايشه نفس الظروف دابا وعايشه نفس الحياه وعندك نفس الانكام وغادا حياتك هكا؟ ما كنظنش فهمتي. راه هادشي علاش حنا كندويو. وتصور معايا دابا واحد الانسان تفوق في واحد الحاجه، كيجي واحد الانسان اكس فهمتيني كيضرب ليه كلشي في الزيرو وما كيهموش اصلا هو فهمتيني حياته كيفاش غيعيشوا بزاف د اللعيبات تحت ما يسمى داريات. حنا الوالدين خصنا فهمتيني تخدم معانا ودير لينا كما قلتي انت هي استغلال اولا راه غادي يسخطوا عليك. يعني هما رابطين السخط بواحد العبوديه فهمتيني ابويه اللي ما عندها حتى شي صله بالاسلام. هادشي علاش كنقول لك راه مشكل بنادم يكون غير متوارث وحافظ الدين وما فاهموش. هاد البلانات اللي دويتي عليهم انت كنظن انا ما تكريهمش في ولادك. الا بان لك ولدك كيقرا مزيان ولا عنده شي سبور، هذيك الحرقه اللي فيك ديال هذاك الشيء اللي طرا لك شحال هذه غادي يخليك على انك تحطي راسك بلاصتو. الوالدين ديالنا ما كيحملوش يسمعوا هاد الهضره هذه. انا كنهضر على الغالبيه فهمتيني، اما راه كاينين اقليات اللي عارفين شنو كاين واخا تزوجوا فقراء ضحاو على ولادهم ووفروا لهم ظروف عيش ملائم. اما باش انسان يخرجك من القرايه وما يصرفش عليك في كوره ويدير لك بزاف د المشاكل تحت ذريعه ما يسمى الوالدين، راه هادشي حنا درنا الكونتوني اصلا باش نناقضوا زعما باش نناقشوا مواضيع اللي ما غاديش تهضر زعما ماشي كلشي يقدر يهضر فيها، باش الناس اللي طالعين من المشكل يعرفوا كيفاش يتعاملوا. كان معك جوكاس، نشوفك ان شاء الله في فيديو جاي.